السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تقدروا تسجلوا السلعة لي بيريمي. بالنسبة للناس ديال المواد الغذائية ولا الناس اللي كيبيعوا الشامبوان بحال هاد الأمور. دونك كيكون عندهم سلعة اللي كتكون بيريمي بعض المرات، وهاد السلعة هادي راه خاصها تخرج من السطوك. ما تخرجش بمبيعات ولا أمور بحال هكا. دونك خاصنا نسجلوا بلي راه السلعة تبيريمات باش السيستم ديالنا ديما يعكس الواقع. دونك في هاد الحالة كنمشيو للمنتجات. عندنا هاد المثال هذا مثلا حليب جودة، عندنا منه 20. ومشينا شفنا بلي راه لقينا بلي راه مثلا 3 بيريمي. كنجيو الإجراءات، هاد 3 نقاط كنديرو تعديل ستوك بسرعة، كنختارو سنة صلاحية بيريمي. في هاد الحالة كنختارو شحال البياسات، كما قلت لكم حنا مشينا وحسبنا لقينا 3 البياسات بيريمي. دونك كنعملو هنايا 3 بياسات بيريمي. صافي كنديرو الملاحظة ديالنا وكنديرو تسجيل التعديل. في الحالة تلقاو بلي راه ستوك نقص ب3 بياسات، ونقدروا نمشيو لتعديلات ستوك ونشوفوا التعديلات. اخر التعديلات كاينه هنا سنة صلاحيه. الا دخلنا نشوفوا تفاصيل هذا التعديل نلقاو بلي راه الحليب جوده ديالنا نقصوا منه 3 البياسات، والملاحظه ديالنا بيريمي، والتاريخ فوقاش تزاد التعديل وكلشي. هذا كلشي بالنسبه للفيديو. شكرا.